شرف ليا ولكل مصري ان بطل BFL تاني اكبر بطوله في العالم مصري خارج من عندنا بطل النهارده اسلام نادر. كان بالنسبه لي حلم كبير جدا ان انا اكسب حد وراه 4 مدربين عمالقه. هو كان حافظني ورقه وقلم، خدت كميه ضربات على رجلي فعلا انا ما كنتش قادر اقف عليها. جه جوايا لحظه قلت انا مش قادر اكمل، خلاص انا هستسلم. غلط ان هو فتح رقبته في ثانيه، خدت حاجه اسمها اناكوندا تشوك والحمد لله خلصت فيها. يعني انا بحس ان قتال الMMA قتال رجال، اللي هو نزال لاخر نفس. هي اكتر حاجه واقعيه للحياه الواقعيه بتاعتنا. تخيل ان انت داخل قدام واحد 25 دقيقه، وشك في وش واحد وعينك في عينه، مفيش غيركم، من الاخر بتموتوا بعض. عايز في واحد لازم يطلع كسبان، واحد ده هيطلع خسران. البني ادم الطبيعي ما يقدرش يخش عليها، واحد مضروب ومتبهدل وفي كدمات وفي كسور وكده، وخارج بيعيط من الكيدج، مش بيعيط من الوجع، هو بيعيط عشان حلمه. في ناس بتبقى معلقه امال كبيره ورا الفوز اكبر من الفلوس واكبر من حاجات كتير جدا. في ناس ابطال عالم في UFC كان بيحط بيته رهن، بيته اللي هو عايش فيه، المعسكر اللي هو هيدفع حق الماتش بتاعه ما تلعبش بسبب كورونا، جاله كورونا. احكي لي عن اخر فايت BFL الاخير اللي كسبت فيه البطوله. ايه اللي حركك؟ ايه اللي خلاك ساعتها لا انا هاخده؟ الفايت ده بالنسبه لي كان هو كل حاجه. الموضوع كان نفسيا كنت متدمر. الماتش ده كان بالنسبه لي حياتي. الخصم خاطف ابني وحطه ورا الكيدج، وانا لازم اعدي واخش اخد ابني. بقى الموضوع بالنسبه لي بتعامل بغريزه الفطريه بتاعه القتال، ومن هنا الماتش ابتدى يتحول ليا. شفتها في عينه ان هو كان مستقل بيا، دي ادتني حافز كبير جدا ان انا اثبت نفسي عليه. القتال ما ينفعش ان انت تخش في فايت MMA من غير دماغك. في مواقف بتبقى محتاج الروح دي. من ضمن جوانب اتزان البني ادم انه يكون عارف هو عايز ايه، يكون عنده طموح، يكون البيك جول واضح، يكونك تعرف توصل. يعني انت وزنت عدة قرارات لا بأس بها في الحياة. جه جوايا لحظه قلت انا مش قادر اكمل، خلاص انا هستسلم. محدش هيعرف قيمه التضحيات اللي انت بتضحيها عن نفسك الا نفسك. احنا ما بندورش على دعم مادي على قد احنا بندور على دعم معنوي. لو انا عندي فايت انا بتمرن 12 تمرينه في الاسبوع عشان احقق الوزن المطلوب مني في الفايت، ده اصعب من الفايت نفسه. انت ايه طموحك؟ يعني رايح فين؟ طموحي ان انا اسم مصر دوت يبقى في امريكا. الحمد لله حققت ورفعت اسم بلدي في موسم الرياض في السعوديه. ان شاء الله هيبقى حقيقه باذن الله. شباب صغيره لسه طالعه عندهم امل وعندهم ان هم يرفعوا ان شاء الله علم بلادنا في كل حته في العالم. نتشرف ان احنا مصريين. حط نفسك بره نقطه الراحه بتاعتك، دي نقطه انطلاقك للنجاح بتاعك.